السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. صباح الفل عليكم. النهاردة تاني يوم في التحدي بتاعنا، تحدي خسارة الوزن 10 كيلو بإذن الله. تمام. الاسبوع التاني طبعا اتمنى ان هو يكون عجبكم. ده تاني يوم ليا النهاردة، وعايزة اقول لكم ان انا من امبارح النت فاصل ومش عارفة احمل الفيديوهات بتاع امبارح خالص، مع ان انا كنت عامله لكم فيديوهين جمال جدا. يعني اللي هو فيديو الاكل وفيديو عملت فيه الغدا كامل دايت، فاتمنى ان هو يعني في اللحظه اللي انتوا تشوفوا فيها الفيديو تكون الفيديوهات اتحملت بسرعه، ما تتاخرش عن كده، عشان بجد متضايقه جدا. كنت حابه انزل لكم في نفس اليوم علشان تشوفوه، عشان البنات يعني بيبقوا مستنيين الفيديوهات دي. ربنا يسهل. مش عارفه بصراحه ايه المشكله في النت. حاولت احمل على الباقه، بس بصراحه ضعيفه جدا جدا، مع انها يعني 2 جيجا فاضل معايا، بس مش راضية تحمل خالص. مش عارفة ليه بصراحة، مع انها كده كده اصلا كانت ممكن تخلص قبل ما يكمل الفيديوهات. تحميل الفيديوهات بيستهلك نت كتير يا بنات، وللأسف بياخد وقت كمان، فمعلش اعذروني بقى. بحاول ادخل ارد على التعليقات من الباقة، بس برضو من النت يعني شوية يفصل وشوية يجي كده، فمعلش بقى. هفطر دلوقتي ان شاء الله. فطاري هيكون توستاية. على فكرة احنا في الفطار لنا 2 توست، بس انا دي اخر توستاية عندي اصلا. ان شاء الله النهارده هعمل تاني. تمام. مرضيش اجيب جاهز بصراحة، حبيت ده طعمه ريحة المخبوزات اللي فيه يعني. يعني ريحته وطعمه تحس ان انتي خابزة حاجة كده جميلة في البيت، لكن التاني بصراحة بحس هو طعمه جميل فعلا وبيشبعني، بس ما بحسش في الحتة دي. فبصراحة ده عاجبني قوي، كفاية اللي انا عاملاه من ايديا. فان شاء الله هحاول النهارده اعمل تاني. ودول كول سلو، معلقتين كبار كول سلو. طبعا الكول سلو حلو جدا معانا، عملناه امبارح دايت في الغدا اللي انا جهزته معاكم. وخيارتين، شريحتين خيار. وطبعا النسكافيه بتاعي. انا دلوقتي الساعه 9:30. عايزه اقول لكم يا بنات ان انا صاحيه من الساعه 6 والله، مع اني نايمه الساعه 1. امبارح اصلا تقريبا صاحيه من بدري جدا وما نمتش، ما كملتش نومي، نمت ساعتين 2 بس، ففضلت صاحيه طول اليوم لحد ما جت الساعه 1. بصوا اتقلبت، يعني ما حسيتش بنفسي بصراحه. وكالعاده قلقت بدري فصحيت الساعه 6. فللاسف يعني انا اول ما قمت اخدت قهوه خضراء، فنجان قهوه خضراء زي ما اتعودنا. ودلوقتي بقى الساعه 3:30. كان نفسي اكمل نوم تاني بصراحه، بس ما عرفتش. مش عارفه، الارق ده بصراحه خانقني جدا. فمعلش بقى خير. فهاخد دلوقتي الفطار، وبعد كده بقى نكمل يومنا ان شاء الله سوا. ودلوقتي يا بنات بعد الفطار بحوالي ساعتين او ساعتين ونص هاخد السناك بتاعي الاول. او هو السناك طبعا في النظام ده مفيش الا سناك واحد، هيبقى ثمرة فاكهة. انا قلت لكم قبل كده برتقان او يوسفي او اي فاكهة سعراتها قليلة. معانا طبعا الجوافة. جوافة من الفاكهة الجميلة جدا اللي كلها فيتامين سي. زي يعني يمكن اكتر كمان. كان في دكتور بيقول قبل كده ان اكتر من اليوسفي او البرتقان الجوافه فيها فيتامين سي اكتر. حلوه جدا وانا بموت فيها بصراحه. يعني لما صدقت ان هي موجوده فهاخد منها سناك. وطبعا انا ما باخدش البذر، ان الجوافه من الحاجات اللي بتسبب امساك اثناء الدايت او عموما يعني. ما تاكلوش البذر يا جماعه، بالذات الناس اللي بتعاني من مشكله الامساك في الدايت. انا للاسف كنت بحب البذر جدا، بحب اكلها بالبذر، بس اكتشفت الموضوع ده لانه فعلا كان بيسبب لي المشكله دي. ومن ساعتها بصراحة بقيت اقطعها واكلها كده من غير بذر خالص. بس ده السناك بتاعي. وطبعا شربت ميه كتير جدا قبله، هروح بقى اخده ونرجع مع بعض. ودلوقتي يا بنات ان شاء الله ميعاد الغدا هيكون الساعة 4:30 كده، يعني انا بحسبها في نص اليوم. تمام. الغدا بتاعي يكون شبه امبارح او زي امبارح اصلا، لان امبارح زي ما انت شفت كنت عامله نص كيلو بانيه، عمل لي 4. عمر ابني مرضيش ياكل بصراحه منه، ما بيحبش ياكل اي لحوم خالص. مش عارفه الموضوع يعني، مع انه البرجر بيبقى طري ما بيرضاش ياكله. فطبعا احنا اكلنا، فانا خدت 2. هو على فكره البرجر كبير، يعني شايفين الغطا اصلا قد ايه؟ الغطا بتاع الجبنة اللي انا بعمل فيه، بعمل حجم قده، هو كبير جدا. فاكلت واحدة مع السلطة مع الكول سلو مع شوربة الخضار اللي هي الخضار السوتيه. شبعني جدا، ما كنتش قادرة بصراحة. وانا كنت عامله لهم جنب الاكل بطاطس ومقلية ومكرونة. تمام. فبصراحة سبت يعني فاض مني واحد برجر، فقلت هاكله بكرة. مع السلطات برضو، السلطات ما خلصتش، انا كنت عاملة برضو كمية حلوة. فدلوقتي هاخد كول سلو برضو مع البرجر وخيار كده وفلفل. وكمان هاخد طبعا طبق خضار سوتيه لسه عندي، يكفيني كمان بكرة. هاخد طبق، بس انا ما صورتوش بصراحة.
بس فالغدا ده يبقى متكامل. انا عايزه اقول لكم يا بنات، لو انت عايزه تاخدي حاجه بروتين يعني، خدي بقوليات، مش شرط لحوم خالص. تمام. انا على فكره ما بحبش اللحوم قوي، بس انا بضطر لان انا زي ما انتم شايفين كده الايام دي بيبقى مثلا زوجي موجود فبعمل لحوم، باقي الايام ممكن اعمل اي حاجه تانية. تمام. او حتى لو عملت لحوم بتبقى كميات بسيطه، ما باكلش لحوم كتير برضو يعني، اللي هو اصلا انا يعني على قد فرد، فبقى ممكن اعمل مثلا نص فرخه تكفيني يومين. حاجات بسيطه يعني، ومش مكلفه خالص لانك انت بتكوني فرد واحد، ويعني اصلا الاسره صغيره. فانا مثلا ممكن اهتم بالحاجات دي ويكون زوجي موجود مثلا. تمام. بس فلو كده خدي بقوليات، بتبقى برضو هي كلها بروتينات يعني نبات. اخر حاجة بقى يا بنات هختم بها اليوم هي علبة الزبادي. زي ما قلنا في النظام بتاع الاسبوع التاني، ممكن تاخدي زبادي بخيار، ممكن تاخدي جبنة قريش بخيار. انا باخد زبادي في الاول لاني عارفة ان انا هجوع، لان ابني بيسهرني، فلما بجوع باخد بقى الخيار، ما باخدوش مع الزبادي دلوقتي. تمام. باخد الزبادي واشوف بقى هيسهرني قد ايه كام ساعة يعني، 10 ساعات مثلا 5 الله اعلم. فيعني ايه، بشوف النظام، فلو سهرت باخد بقى خيار. انتوا برضو خدوا جبنة قريش بخيار. الجبنة القريش بتشبع كمان عن الزبادي، ممكن تاخدي 2 زبادي، واحدة كبيرة، مش مشكلة خالص. تمام. اتمنى ان النهاردة اليوم بتاعي يكون عجبكم، واتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم يا بنات. بجد بتوحشوني قوي على ما انزل لكم فيديوهات تانية، وبحب قوي اشوف تعليقاتكم حتى لو مش بعرف ارد عليها كلها، سامحوني. بس بجد بفرح قوي قوي لما بشوفها. وبحاول ان انا اخد منها الحاجات اللي طالبينها مني اعملها لكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشيروا الفيديو. اشوفكم على خير، تصبحوا على خير.